السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا وحبايبنا الصف السنة الإعدادي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية وسلامة. معكم مستر محمود مدرس اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية والإعدادية. إن شاء الله هنكمل في سلسلة المراجعة اللي احنا بدأناها. احنا رجعنا في الفيديو اللي فات على يونت 7. إن شاء الله هنراجع في الفيديو ده على أهم كلمات يونت 8 وهنحل عليها، وهنزل لكم فيديو كمان على شرح يونت 8 القواعد، وهنحل برضو أهم الأسئلة اللي جت في الامتحانات. أول كلمة عندنا اسمها سناك، معناها وجبة خفيفة. لو شلت حرف السي ده وحطيت هنا إي هتبقى معناها ثعبان، تمام، اللي هي تعبان. سبايسي متبل، جوسي مليء بالعصير، سويت حلو المذاق، ديري برودكتس معناها منتجات الألبان. ركز في السبيلنج بتاع ديري، DAIRY. ليه؟ عشان هيلخبطك ويجيب لك DIARY. طب دي معناها يا مستر؟ دايري دي معناها مفكرة أو دفتر يوميات. بروتين يعني بروتين، عظام بونز، unusual غير معتاد، سميل يعني شم، سولتي معناها مالح، انرجي معناها طاقة، الرجيك معناها لديه حساسية، بيجي معاها حرف الجر تو، الرجيك تو لديه حساسية من. فاست فود وجبات سريعة، ريسيبي وصفة طهي، سينس يعني حاسة، انستراكشن تعليمات، فريش يعني طازج، يتذوق تيست. دايت يعني نظام غذائي، بلانسد يعني متوازن، ادفايس يعني نصيحة، ريزون يعني سبب أو مبرر، ريلاكس يعني يسترخي، كونكلوجن يعني خاتمة، بيبر يعني فلفل، سبانيتش معناها سبانخ، سويت بوتيتو معناها بطاطا، روجيك اللي هي ايه الروجيك ديت وجبة فواكه ماليزة. تمام، هنخش بقى على الاكسبريشن والبروبوزيشن اللي هي التعبيرات وحروف الجر. جيت هوم معناها يصل للمنزل، يتناول وجبة خفيفة، have a snack، do the washing up يغسل الأطباق، get ill معناها يمرض، go running معناها يذهب للجري، have a rest يأخذ راحة، invite friends to يدعو الأصدقاء ليه، make an offer يقدم عرض، an example of مثال ليه. نخش بقى على البروبوزيشن اللي هي حرف الجر. good for مفيد ليه، invite to يدعو ليه، make فلافل يصنع فلافل. في كلمة اسمها make sure معناها يتأكد من. في كلمة كمان اسمها revise for the exam معناها يراجع للامتحان. في كمان كلمة اسمها depend on معناها يعتمد على. احنا وقفنا عند ميك فلافل. thank for زائد الفيرب مضاف ing معناها يشكر على أو بيجي بعدها noun. for most of the time معناها لمعظم الوقت. on the way home في الطريق إلى المنزل. need to يحتاج إلى. at home في المنزل. give energy معناها يعطي الطاقة. نخش على الديفينيشن اللي هي التعريفات. لديه حساسية allergic بيجي بعدها to طبعا allergic to. having a condition that make you feel ill after you eat, breathe or touch something. بيقولك عبارة عن حالة بتخليك تشعر بالمرض بعد ما تاكل حاجة انت عندك حساسية منها او تلمسها او تشمها. delicious معناها يعني لذيذ. very nice to eat. تمام. energy معناها الطاقة. the ability to do a lot of work or activity without becoming tired. بيقولك لما يكون الواحد عنده طاقة يعني بتعمل شغل كتير من غير ما تحس ايه بتعب. فاست فود اللي هي وجبات سريعة. food that can be served هنا كان نجيب بعدها الفيرب to be. ليه؟ عشان كان بيجي بعدها الفعل في المصدر. served very quickly in a cafe or restaurant because it is already prepared. يقولك عبارة عن أكل بيتقدم بسرعة في القهوة أو في المطعم عشان هو بالفعل بيكون جاهز. juicy full of juice اللي هو كثير العصير. salty معناها tasting of salt or containing a lot of salt. بيقولك طعمه مالح أو يحتوي على الكثير من الملح. spicy containing the taste from spices
بيقولك يحتوي على الكثير من التوابل أو يحتوي على توابل. taste معناه يتذوق. know what something is when you put it in your mouth. beat يعني يخفق أو يضرب. mix food quickly using a fork. fork بقى يعني ايه؟ عارف انت المعلقة اللي هي الشوكة؟ fork يعني شوكة. wooden spoon etc. bone معناها عظم. one of the hard parts of the skeleton inside a person or animal. بيقولك عبارة عن جزء صلب في جهاز الهيكل أو الهيكل العظمي داخل الإنسان أو الحيوان. dairy products معناها منتجات الألبان. وركز بقى في الاسبيلنج DAIRY. بيقولك things that you can eat which are made from the milk of a cow such as cheese and butter. بيقولك عبارة عن حاجة بتصنع من حاجة بتتاكل وبتصنع من اللبن بتاع البقرة، وبنصنع منها مثلا تشيز جبنة والزبدة. دراون فروت اللي هي فاكهة الدراين. هارد جرين فروت common in Malaysia. بيقول لك هي عبارة عن فاكهة مشهورة في ماليزيا with a soft yellow inside. بيكون جواها مثلا الشكل من جوه أصفر ناعم. ذات سميل باد الريحة بتاعتها وحشة بس الطعم بتاعها جميل but taste nice. مش عارف ازاي بس يلا. فراي يعني معناه يقلي. ركز بقى معايا، لو ضفت لها ING فراينج دي معناه ايه؟ صغير او صغار السمك، اللي هو السمك البيبي لسه اللي هو الصغير ده. اما بقى فراي معناها يقلي. cook something in hot oil or fat. انت عبارة عن تقلي حاجة في زيت مغلي او زيت ساخن. or frying pan طاسة القلي. a flat metal pan used for frying food. بيقول لك ده عبارة عن معدن أو طاسة بنستخدمها في قلي الطعام. بور معناها يصب أو يسكب. make a liquid flow out of or into something such as a cup or pool. بور دي معناها إيه؟ وعاء عميق. يقول لك أنت عبارة عن أنت بتصب مثلا سائل وفي كوباية أو في وعاء عميق. سيرف معناه يقدم. provide food or drinks انت بتقدم الاكل او المشروبات. smell معناه يشم. know what something is using your nose بتعرف الحاجة عن طريق حاسة الشم. شوب معناه يقطع بيساوي كلمة اسمها cut. something into small pieces انت بتقطع حاجة لقطع صغيرة. نخش بقى على الحل. ديت اهم الكلمات وهنخش دلوقتي على حل الأسئلة دي كلها جت في امتحانات قبل كده، فايه نركز في الأسئلة. أول سؤال بيقول لك some people eat not between the main meals. بيقول لك ايه بعض الناس بتاكل ايه في بين الوجبات الأساسية. عايز تاكل وجبة سريعة أو وجبات سريعة snacks تبقى الإجابة ايه snacks. not food tastes hot الطعم ده حراق او سبايسي تبقى الإجابة ايه سبايسي. she eat a lot of fish because it helps to make hair. هو بياكل الكثير من السمك قوة او طاقة. people who are aged. بص بقى هنا aged ليه شرحناها في الفيديو اللي فات. عشان aged هنا معناها التي تتراوح أعمارهم. 13 and 19 are called بيدعوا الناس اللي عندها من 13 ل 19 سنة دول بنسميهم مراهقين. مراهق بقى يعني ايه teenager. رقم 5 my mother food's delicious I like it so much. عايز اقول بقى مذاق الاكل بتاع والدتي بيكون لذيذ هتبقى تيست. طب يا مستر رقم بي دي معناها ايه؟ دي معناها امتحان. بي
test معناها امتحان. رقم 6 we not food with our tongue ده معناها اللسان. عايز اقول بقى احنا بنتذوق عن طريق اللسان. يتذوق بقى يعني ايه؟ برضو الاجابة تيست. يبقى tongue معناها ايه؟ لسان. رقم 7 not means having a strong taste from spices. بيبقى طعم التوابل فيها باين قوي، دي حاجة اسمها ايه؟ spicy. I go running every day so I need food that give me. بقولك انا بجري كل يوم علشان كده انا عايز اكل يديني ايه بقى؟ يديني طاقة يعني ايه؟ energy. Project is a popular snack in Malaysia. It is a nut fruit snack. عايز اقول اللي هي بنستخدم فاكهة او وجبة ايه؟ جوسي. تبقى الاجابة ايه؟ جوسي. اما جوس دي عصير، جوسي معناه ايه؟ كثير العصارة. سولت يعني مالحة، سترونج يعني ايه؟ قوي. رقم 10 food is always healthy for you when it is. بيقولك الأكل بيكون دايما صحي لما هو يكون ايه بقى؟ فريش. old يعني قديم، ancient يعني قديم، ugly يعني قبيح. لا. رقم 11 we bought some drinks and not for our picnic. بيقولك we bought some drinks and ايه بقى؟ and snacks ووجبات خفيفة. طب سنيك الأولى معناها ايه؟ معناها تعبان. سنيك الأولى معناها تعبان. أما فيكس التانية معناها دجل أو دجال. أما رقم سي سناكس اللي هي وجبة خفيفة. أما ساكس اللي هي أكياس، الأخيرة ساكس معناها إيه؟ أكياس. هنخش على رقم 12 I am to fish when I eat it makes me ill. بتخليني إيه؟ أمرض. عايز أقول بقى اللي هو عنده حساسية من السمك. حساسية يعني إيه؟ لديه حساسية allergic to. orange رقم 13 orange and watermelons are. البرتقال والبطيخ بيبقى ايه فيهم ايه؟ عصارة جوسي. please not some tea into my cup. عايز اقول من فضلك صب شوية شاي في الكوباية بتاعتي. يصب يعني ايه؟ بور معناه يصب. رقم 15 you should be careful when you use the sharp دي معناها حاد. المفروض تكون حذر لما تيجي تقطع بالسكينة الحادة. سكينة يعني بقى نايف. طب فورك لسه قايلينها معناها شوكة. بول معناها وعاء عميق. بلات معناها صحن. سؤال رقم 16 to not means to cook something in hot oil or fat. عايز اقول بقى معنى يقلي يعني إيه بقى؟ فراي. يقلي يعني فراي. طب لو ضفت لها ing معناها ايه؟ صغار السمك. تمام. 17 products are things made from the milk or of a cow. عايز اقول بقى منتجات الالبان اللي هي انا واحدة. رقم سي ولا بي؟ رقم بي. طب سي معناها ايه؟ معناها مذكرة او دفتر يوميات. رقم 18 means to mix food quickly using a fork. المعنى ان انت ايه؟ بتخلط الحاجة بسرعة باستخدام الشوكة. دي اسمه ايه؟ pour. رقم 19 put the foods in the not to keep them cold. عشان تخلي الاكل ساقع بنحطه فين؟ في الاوفن، الفرن، الميكروويف، الكاتل لا، فريدج اللي هي ايه بقى؟ التلاجة. عشان نخلي الاكل ساقع بنحطه في التلاجة. رقم 20 eating. رقم 20 eating نقط vegetables and fruits make you healthy. عايز اقول بقى ايه؟ الاكل الفريش زي مثلا لما تاكل خضروات او فاكهة فريش بتبقى ايه؟ هتخليك صحي.
رقم 21 our food should contain بعض الطعام يجب اللي هو يحتوي على ايه بقى؟ بروتين وفيتامين. اما wood اللي هي الخشب تبقى A و B. 22 use a knife to not the vegetables. احنا بنستخدم السكين عشان ايه؟ تقطع الخضروات. يقطع يعني ايه بقى؟ الشوب. بتساوي كلمة اسمها cut CUT. 23 in restaurants waiters usually the food for customers. بيقولك في المطاعم الجرسون بيقدم بقى، عايز اقول بيقدم الاكل للزباين، يقدم بقى يعني ايه؟ سيرف. رقم 24 before you fry food you should some oil in a pan. مفروض تسخن الزيت في الطاسة قبل ما تقلي الأكل. قصدي مفروض تسخن الأكل. يسخن بقى يعني heat. 25 we not food with our tongue. احنا قلنا tongue معناها ايه؟ معناها لسان. يبقى احنا بنعمل ايه باللسان؟ بنتذوق. يتذوق يعني ايه؟ تيست. السؤال ده اتكرر برضه. رقم 26 you have to write a أو an at the end of paragraph. في نهاية البراجراف احنا هنكتب ايه؟ مقدمة ولا خاتمة؟ خاتمة اللي هي ايه بقى؟ conclusion. 27 listening to quiet music can help you. الاستماع للموسيقى الهادئة بتخليك ايه بقى؟ relax. 28 my father not a small shop in Cairo. He bought it 3 years ago. هو اشتراه من 3 سنين فاتوا. عايز اقول بقى ابويا يمتلك محل صغير في القاهرة. يمتلك يعني own. 29 is a delicious vegetables with green leaves that go soft when you cook them. احنا خدناه ايه؟ تعريف ايه ده بقى؟ تعريف ايه؟ spinach اللي هي السبانخ. اما اوكرا يعني ايه بقى؟ اوكرا معناها بامية. بيبر معناها فلفل. بيز معناها بسلة. رقم 30 our future depends not our hard work. المستقبل عايز اقول بقى يعتمد على الشغل الجد. depend خدناها اسمها ايه؟ depend off ولا on ولا at ولا in؟ depend on يعتمد على. next Sunday we have a math test. I need to revise the exam. revise عايز اراجع للامتحان. revise ايه بقى؟ revise for. احفظهم بقى. يبقى depend on revise for. تمام. can you note the problem clearly and I may help you. عايز اقول له هنا ايه بقى؟ فسر او اشرح المشكلة اللي عندك بوضوح علشان احتمال او ممكن احللك او ممكن اساعدك. يفسر او يشرح explain. رقم 33 you should have a أو an diet to stay healthy. عايز اقول بقى المفروض يكون عندك دايت متوازن. ده ايه بقى متوازن؟ يعني ايه؟ balanced. 34 it is important to sure بيجي قبلها ايه؟ بيجي قبلها make sure معناها يتأكد. رقم 35 it is not a good idea to play games late night. بص بقى احنا خدنا اللي في حروف الجر اللي هي ان وان وات. خدنا الات بتيجي مع ايه؟ مع نايت، ودي حالة شاذة. نايت بتيجي مع ات. اما الثلاث فترات الباقيين اللي هي مورنينج افترنون ايفنينج بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها ان. يبقى الاجابة هتبقى هنا ايه بقى؟ ات. يبقى ايه اللي انت قلته يا مستر؟ عيده تاني عشان ما خدتش بالي. هنا قلنا المورنينج وافترنون و مورنينج وافترنون وايفنينج بيجي معاه ايه؟ ان. يبقى هنا بقى in the morning in the afternoon in the evening. دمت عندنا اصلا 4 فترات في اليوم: الصبح وبعد الظهر
والمساء، والليل بقى اللي هي نايت. هنا بقى قالك مع النايت هتيجي معاه ات هتيجي مع مين؟ مع نايت. يبقى احنا عندنا تلات حالات بتيجي مع ان: مورنينج، افترنون، ايفنينج. اما نايت بتيجي معاها مين؟ بتيجي معاها تمام. يبقى نايت. اتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.